ده مش حمام. بما ان الشكل مغري كده ويفتح النفس، فدي غدوة فراخ بس انا حاشيها بالكبد والقوانص والرز، طعمها خطير. تعالوا نشوف هنعملها ازاي سوا. وزي ما بنقول كده ده المحمر والمشمر، جهزوا بقى نفسكم معايا. عملناها بطريقة سهلة وخطوات بسيطة جدا. يلا نخش على طول في التفاصيل. ولو مش عارفاني، انا اسمي رنا. ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي في القناة واعملي الفيديو ده سيف. بصي، اول حاجة بنجيب وok على نار عالية ونزلنا بمعلقة كبيرة من السمنة وشوية حلوين كده من الزيت عشان الخلطة تبقى بتلمع كده ومفلفلة معايا. بصلتين مفرومين ناعم عليهم معلقة صغيرة من السكر لحد ما يدبلوا. كبد وقوانص متقطعين صغير، نزلت الاول بالقوانص عشان بتاخد تسوية اكتر من الكبد، بعدين بنزل بالكبد. تقليب مستمر كده لغايه ما يتبالوا برضو معايا وياخدوا اللون الذهبي، وهنزل عليهم ببهاراتي. معلقه صغيره من كل حاجه، ملح وفلفل اسود، رشه من القرفه، بهارات 7. قلبي قلبي كله مع بعضه. بعدين عندي 3 كوبايات من الرز مغسولين كويس ومتصفيين. قبل اي حاجه هنفضل نقلب كده الرز مع كل الدهون اللي عندي علشان يبقى مفلفل الاول. بعدين هنزل عليهم كوبايه ونص من الميه المغليه. تقليب مستمر على نار عالية لغاية ما يتشرب خالص، بعدين وطي عليه النار. بصوا، طبعا هنا نص تسوية. جبت بقى الفراخ بتاعتي لحجمها صغير، وهبتدي بقى احشيها من كل الاتجاهات. جوه حطي الحشوة وفيها كبد وقوانص عادي، لكن يعني في الجناب بتاعة الفرخة كده وفي الرقبة حطي رز بس، من غير كبد وقوانص عشان ما تفرقعش معاكي. وقفليها كويس بالظبط. فتحي من جوه كده وابتدي احشيها رز. الكبد والقوانص لو في الحشوة من جوه هتخليها تفرقع معاكي. بصوا، سهلة جدا. الناحية التانية انا حاطة مية تغلي على النار كده. خلاص، بعد ما مليتها ومليت الرقبة وقفلت كده ولفيت الجناحات من ورا كده زي الفل، المية غليت. هحط فيها كل حاجة بقى: طماطم، جزر، بصل، رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، ورق لورا وحبهان. هنا بقى هسيبها تغلي على نار متوسطة لمدة ساعة. المية الأول غليت معايا، بس هسيبها بقى على نار متوسطة لمدة ساعة تخلص طيبة تتحمر معانا. حمرتها في الزيت عادي جدا وقدمتها. وبعدين الرز اللي كان عندي كملت تسويته، زودت له شوية من المية المغلية وقدمته جنبها. طعم الأكلة خطير بجد. الرز حلو جدا ومفلفل، لازم تجربوها. بالهنا والشفا مقدمة. باي باي.